ثورة 25 يناير كان هناك خلاف في الحق أو حول الحق. كان هناك جزء من النظام السياسي المصري الساقط لا يرى للمصريين في الخارج حقا في التصويت، وبالتالي كان بيستبعدهم من أي مساهمة، والحقيقة ما كانش يعني هنا بيميز بين المواطنين، وكان بيستبعد المواطنين في الداخل، فكان بالضرورة يستبعد المواطنين أيضا في الخارج، يعني ما كانش اللي في الداخل بيصوتوا ولا في الخارج بيصوتوا، وبالتالي كلنا كنا في الهم شارك. كل ما في الأمر كان لدينا نحن الحق النظري في التصويت، واخواننا في الخارج ليس لديهم هذا الحق النظري، لكن احنا ما كناش بنمارسه ولا هم كانوا بيمارسوا. تغير الامر بعد الثوره، فاصبح هناك اقرار من كل النخب ونواه النظام السياسي لصح التسميه الان في مصر بحق المصريين في الخارج في التصويت، وبقي الخلاف قائما حول كيف ينظم هذا الحق في قانون مباشر الحقوق السياسيه. صدر القانون مباشر الحقوق السياسيه بعد جدال طويل ما بين الممثلين المصريين في الخارج وايضا قطاعات من داخل النخبه المصريه ليعطي الحق للمصريين في الخارج في التصويت، لكن داخل مصر. القانون باقراره ان الموطن الانتخابي لاي مصري بلغ من السن 18 سنه ولديه رقم قومي هو محل الاقامه المقيد في الرقم القومي. وبالتالي كل المصريين الذين لديهم رقم قومي في الداخل او في الخارج لهم حق التصويت، لم يميز بينهم، لكنه جعل من المقر الانتخابي والموطن الانتخابي لهم داخل مصر، وبالتالي اذا ارادوا ان يصوتوا فعليهم ان ياتوا الى حيث يسكنون ويقيمون ويوقعوا اصواتهم داخل مصر. وظلت قضيه ايجاد لجان فرعيه للتصويت في الخارج قضيه مفتوحه حتى الان محل الجدال. صدر بعض التصريحات من بعض المسؤولين في الدوله او في وزاره في اللجنه العليا للانتخابات ووزاره الداخليه انه من الوارد ان يعاد النظر فيما يخص تصويت المصريين في الخارج في انتخابات رئاسه الجمهوريه القادمه، وان تشكل لجان في المقر القنصليات او السفارات لاعطائهم حق التصويت. لكن حتى اللحظه لا يوجد في لا قانون مباشر الحقوق السياسيه ولا في اي قانون اخر. قانون انتخابات رئاسه الجمهوريه لم يصدر بعد، لكن قانون مباشر الحقوق السياسيه لا يسند هذا الحق حتى اللحظه. ولذلك لابد اذا ما كان هناك نيه لإعطاء المصريين في الخارج حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية حيث يقيمون أن تعدل المادة الخاصة بالموطن الانتخابي أو يضاف لها استثناء، وأنه في حالة انتخابات الرئاسة يجوز للمصريين المقيمين في الخارج إقامة دائمة أن تحدد أو مؤقتة تحدد مواصفات للتصويت في الخارج ومقار التصويت والانتخاب. تصويت المصريين بالخارج موضوع وكما تفضل الأستاذ ضياء كان خلافيا. كان هناك جدل من النظام السياسي السابق حول جدواه أو بالأحرى حول تبعاته خوفا من كذا وكذا، لكن الآن نحن لا نحاج في المبدأ ولا نحاج في الحق الذي يتمتع به المصريون في الخارج. فالمصريون في الخارج لهم كما للمصريين بالداخل حق أصيل في المشاركة في العملية الانتخابية. المشكلة هي كيف يتأتى هذا، وهذا الذي أشار إليه الأستاذ ضياء في جلسة ما قبل بدء الجلسة الرسمية. كان هناك يعني نوع من الجدل الفكري حول كيف يتمكن المصريون في الخارج من هذه الممارسة، وكيف يتأتى أن يكون هذا الحق في الممارسة للعملية الانتخابية وللتصويت حقا منضبطا بحيث يعني تأتي النتائج كما نتمنى. هذا في تقديري هو موضوع الورقة التي يتفضل بها الأستاذ يسري العزباوي الباحث بالمركز. الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعملية تصويت المصريين في الخارج. عادة فكرة تصويت المواطنين خارج الدولة توجد في أغلب القوانين، ولكنها لا ينص عليها صراحة في الدساتير، ولكن ينص عليها صراحة في تلك القوانين الناظمة للعملية الانتخابية. وهنا في الحقيقة بعد شوية هنلاقي في ردة حقيقية بعد الثورة على حق المصريين في التصويت في الخارج بعد إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي كانت تنص صراحة على حق المصريين في الخارج في التصويت. فالدستور برضو بتحدث عن دستور 71 اتكلم عن حق المصريين في المادة 62
اتكلم على حق الكل جميع المواطنين المصريين في الانتخاب وابداء الراي وفي اي عمليه انتخابيه وفي الاستفتاءات. ايضا الماده اما الاعلان الدستوري اللي هو صدر في 30 مارس 2011 فنص في الماده 7 على ان المواطنين لدى القانون سواء وهم متساويين او متساوون في الحقوق والواجبات. ايضا في الماده 38 نص على ان القانون ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لاي نظام انتخابي يحدده. واما الماده 39 فقد حددت الشروط الواجب توفرها في مرشحين اعضاء مجلس الشعب والشورى ولم تنص على حق المصريين في الخارج في عمليه التصويت. اما القانون رقم 73 لسنه 56 واللي هو معروف باسم قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، فالتعديلات التي أجريت عليه كما ذكرت منذ قليل ألغت المادة 12 التي كانت تنص صراحة على حق المصريين في الخارج. وأيضا هنا ظهرت فكرة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وقالوا إن ده هيبقى من حق اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إن هي تنظم هذا القانون. ففي المادة الخاصة المادة 3 مقرر واو التي تنص على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات تحدثت كثيرا على عملية الإشراف وعملية التنظيم وعملية الرقابة وعملية الدعاية، ولكنها لم توجد أي نص أو أي صريح أو غير صريح في حق المصريين في الخارج في عملية التصويت. تحدثت يا أستاذ يسرى عن قانون الرعاية. لا يوجد قانون رعاية، ده هو قانون الهجرة اللي هو 111/83. أما حتى الآن ومنذ 10 سنوات والجدل يستمر، جدل عقيم، تصارع ما بين اختصاصات الوزارات، وزارة القوى العاملة والهجرة والخارجية كما هو معروف، ولم نتوصل بعد إلى ما يسمى بقانون الرعاية. فالمسألة كلها اجتهادية. طبعا قانون الرعاية يعني المنطلق بتاعه هو حقوق الإنسان أساسا، حق المواطن المهاجر ده في التأهيل الجيد، حق المواطن في المعرفة، حق المواطن في التوعية، حق المواطن في تعامل كريم، وحق المواطن في الرعاية والحماية، ثم حق المواطن في المشاركة السياسية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه لما بنتكلم على السفارات وتعامل السفارات بننسى أن المصري الذي خرج من هذا المجتمع محمل بزاد أغلبه سلبي. أنا مش عايز أطول طبعا. اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، أتكلم في عجالة شديدة. الاهتمام ده في مراوحة بين الحد الأدنى وبين الحد الأقصى، وأعتقد في يوم من الأيام وصل هذا الاهتمام إلى أننا أنشأنا وزارة تسمى وزارة الهجرة، وهذا كان يدل عن الدولة في مرحلة ما استشعرت وحست بأن إخواتنا اللي في الخارج يجب أن نربطهم بالداخل. وأعتقد أن هذا كان عمل محمود وكان يمكن البناء عليه، ولكن طبيعة الحياة السياسية في مصر متقلبة. أعتقد بعد الثورة بإذن الله سوف تأخذ مسارا ثابتا في هذا الاتجاه. احنا عندنا مشكلة في نبدأ بتعريف المصري اللي له حق التصويت. ده مهمة جدا، احنا بنفتقد لتعريف المصري، لأن هناك المصريين أنواع، هناك من اندمجوا في المجتمعات الخارجية وأصبحت لهم جنسية واحدة. هل لهم حق التصويت أم ليس لهم؟ هناك مزدوجو الجنسية أيضا. كيف يمكن أن نتعامل مع مزدوج الجنسية الذي يصوت للرئيس الأمريكي مثلا وفي نفس الوقت نطلب منه أن يصوت للرئيس المصري؟ هل هذا يجوز قانونا؟ يجب أن نضع، وأعتقد البرلمان القادم مهموم بهذا ويجب أن يضع تعريف. هناك المصري الذي ما زال يحتفظ بجنسيته الآن، طبعا بلا شك ده أقرب ما يكون إلى أنه من حقه أن يدلي بالتصويت. المصريين في الخارج وزنهم النسبي في صندوق الانتخاب 23.3، يبقى دي قوة مؤثرة في صندوق الانتخاب، وينبغي أن تكون. لا ينبغي أن أحرم المصريين في الخارج. المصريين في الخارج 79% منهم معهم مؤهلات متوسطة فيما فوق. اللي معاهم متوسطة مؤهلات عليا فيما فوق 25%. اللي أقل من المؤهلات المتوسطة عددهم 21%. إزاي أنا أتجاهل 10 مليون 7 مليون مسجلين طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، و3 مليون اللي هم الفكة اللي بنقولها هجرة غير منظمة؟ إزاي أنا أتجاهل هذه النسبة العالية 23.3 كراجل سياسي؟ الإرادة السياسية بتتجاهل ليه؟ وليه بتقبض على أرواح الناس دول وأبنائهم؟
وتحرمهم من حق اصيل اقره الدستور 56 71 والمبادئ الدستوريه الحاليه. تقليل من شأنهم، إنما أقل في الحجم وفي الإمكانيات وفي كل حاجة. على سبيل المثال تونس، السودان، الجزائر، كل دول، وخاصة أنا بركز على تونس لسبب إن تونس مثلا حجم التونسيين اللي موجود في فرنسا 2 مليون تونسي، كلهم صوتوا في الانتخابات، فإذا ما هياش معجزة. إذا كنا بنتكلم عن عقبات، مفيش عقبة لا يمكن تذليلها، وزي ما دايما بنقول رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة. والمشاكل الفنية ده كلها محلولة، واتعملت هنا لجان كثيرة على أعلى مستوى من الفنيات، لأن موضوع حتى الأمية ولا معرفة، أنت بتعرف الأغاني من أي حتة على التليفون، كل الأمية في بلد متراجم الأطراف زي الهند، خلاص الموضوع وصل إلى كل حتة. فالتكنولوجيا قدرت تحل كل حاجة. هنا الموضوع إرادة سياسية وليس أكثر ولا أقل. يعني سيبوا الجزء الفني لأهله، لكن أنت تقول له إيه عاوزين ده، خلاص نجيب ده. الطباخين يقدروا يعملوا، بس أنتوا قولوا عاوزين ده. شكرا.